القصة دي صعب تصدقوها، أنا عارف، خصوصاً لما أقول إني عشت مع جن سميته فتحي لمدة 4 سنين دراسة. كان الأكل بيختفي من التلاجة والسجاير كمان تتاخد مني وأنا نايم، بس عملت معاه اتفاق وبقينا عايشين مع بعض أنا وهو طبيعي. وهقول لكم عملت الاتفاق معاه إزاي، بس خليني أحكي لكم القصة من البداية. أنا شاب من محافظة قنا، التنسيق بتاعي بعتني على القاهرة، والترم الأول سكنت مع جماعة مرتحتش معاهم بسبب موضوع النظافة والطبخ والحاجات المشتركة دي اللي الكل عارفها في سكن الطلاب، وأنا بطبعي ما بحبش الدوشة والحوارات. وقررت في الترم التاني أخد شقة صغيرة لوحدي عشان أريح دماغي. خدت شقة صغيرة، وأول يومين عدوا عادي، وفي يوم رجعت من الكلية ودخلت أخد دش كالعادة، وفي وسط الاستحمام نور الحمام اتطفى. افتكرت النور قطع وفتحت الباب أشوف فيه إيه، لقيت مفتاح النور مقفول. قلت عادي، يمكن عشان قديم فبيروح ويرجع لوحده. ضغطت عليه تاني والنور اشتغل، ودخلت أكمل استحمام. وبعدها سمعت حد بيجري على أطراف صوابعه، وبعدين النور فصل تاني. جسمي اتنفض وحسيت برعشة لدرجة معرفتش أتصرف إزاي. حاولت أشغل عقلي عشان ما يركزش في الموضوع، لأن ما ينفعش، وخصوصا إني في المكان ده. وحاولت أخلص استحمام بسرعة، وقبل ما أطلع من الحمام النور رجع تاني. دخلت الأوضة بسرعة عشان أكمل لبس، واتفاجئ إن الهدوم مش موجودة، مع إني طلعتها من الدولاب وحطيتها على السرير قبل ما أدخل الحمام، ومتأكد من كده، يعني مش بتهيألي ولا حاجة. دورت في الدولاب تاني وورا السرير، ممكن يكونوا وقعوا مثلا، لكن ما لقيتهمش. طلعت الصالة بره أدور عليهم، واتفاجئ إنهم متعلقين في مقبض باب الشقة. مجرد ما شفتهم صعقت، شعر جسمي وقف من الخوف. أنا عمري ما حطيت هدومي في مكان زي ده، أكيد الشقة دي مسكونة بعفريت وعاوز يطفشني منها. خفت ألبس الهدوم، ودخلت الأوضة لبست هدوم تانية، ونزلت جري للشارع عشان أشوف الناس وما أحسش إني لوحدي. فضلت قاعد من قبل المغرب لحد الساعة 2 بالليل، وأنا بفكر أعمل إيه وأروح فين. كل ما عقلي يقول لي أرجع لأصحابي اللي كنت ساكن معاهم كنت برفض الفكرة، وافتكر الحوارات اللي حصلت في الترم الأول، لحد ما استجمعت قوتي وقررت أرجع للشقة تاني ولاقي حل الموضوع العفريت ده. وخصوصا إني مش أول مرة تحصل بيني وبينهم مواقف، بس برضه كل مرة بخاف كأنها أول مرة. فتحت الشقة لقيتها كلها ضلمة، مع إني ما قفلتش النور قبل ما أنزل. أنا كنت نازل جري فأكيد ما لحقتش أعمل حاجة. استجمعت شجاعتي وفتحت النور، ودخلت أوضة النوم وقفلتها ورايا، ورحت على السرير عشان أنام، وأنا بحاول أشغل عقلي بأي حاجة غير الوضع اللي أنا فيه ده. بعد 10 دقايق سمعت صوت خبط على باب الشقة، قلت لنفسي مش فاتح، خبط للصبح. بعد دقايق سمعت صوت صاحب الشقة بينادي عليا من بره وهو بيخبط. قمت فتحت الباب، لكن ما لقيتش حد. بعدها رجعت السرير وقلت مش هفتح تاني لأي حد مهما كان. وقبل ما عيني تروح في النوم شفت ظل واقف ورا الباب. انتوا عارفين الأبواب اللي بتكون من فوق فيها جزء زجاجي كده؟ أنا شفت راس الظل ده باين من وراه، ورجليه عاملين ظل برضه من تحت الباب. ضربات قلبي زادت وارتعبت. أنا كنت فاكر يعمل معايا مقالب وخلاص ومش هيظهر لي بنفسه. قعدت أقرأ قرآن وأنا برتعش. شوية بشوية اتشجعت وصوتي في القرآن بقى أعلى، ولقيت الظل ده اتحرك من ورا الباب، وبدأت أسمع صوت تكسير في المطبخ وكرسي بيتحرك في الصالة. فضلت أدعي ربنا الليلة دي تعدي على خير لحد ما الصوت هدي واختفى خالص. كانت الساعة 5 الفجر وسمعت صوت الأذان. اطمنت شوية وقمت اتوضيت من إزازة المية اللي بشرب منها. اتوضيت في الأوضة على جنب لأني خفت أطلع أروح الحمام. صليت الفجر ونمت وأنا ساجد. صحيت على صوت المنبه الساعة 8 الصبح، وأنا مش عارف إذا كان اللي حصل معايا امبارح ده حقيقة ولا حلم. لكن لما طلعت للصالة والمطبخ وشفت الحاجات اللي واقعة في الأرض ومنها اللي متكسر عرفت إنها حقيقة. وكمان لقيت البوتاجاز مفتوح. نضفت كل حاجة ونزلت رحت الكلية ورجعت. ومجرد ما دخلت الشقة شميت ريحة سجاير، وشفت على الترابيزة كوباية شاي فيها بواقي.
ضحكت وقلت ايه ده انت طلعت معلم وليك كيف كمان، وانا اللي فاكر هتمشي بعد ما تعرف اني لسه قاعد. طب ابقى اغسل الكوبايه بعد ما تخلص. ودخلت الاوضه بتاعتي وقفلت الباب، وبعدها بثواني سمعت صوت الكوبايه بتتكسر على الارض. طلعت تاني، ما تكسرش حاجه، لما تشرب تاني هبقى اغسلها انا. لميت الكوبايه ودخلت صليت، وبعدين حبيت اشرب شاي، فدخلت عملت شاي. وحاجه قالت لي اعمل كوبايتين وخلي واحده في الصاله والتانيه ادخل اشربها في اوضتي. قلت هعمل معاه اتفاق، وفعلا حطيت الكوبايه في الصاله وقلت له احنا نعمل اتفاق نعيش مع بعض من غير ما تشتغلني، والكوبايه اهي اشربها وانا ابقى اغسلها انا، بس ما تكسرهاش. خلصت الكوبايه بتاعتي، ولما طلعت لقيت الكوبايه بتاعته شربها. فرحت جدا وخدت الاتنين وغسلتهم ونزلت قعدت مع اصحابي، واليوم فات طبيعي. ولما رجعت دخلت اوضتي وفتحت اللاب، قلت عشان اذاكر شويه. سمعته بيخبط على باب الاوضه، ما ردتش عليه. سمعت صوته وهو بيجري في الصاله زي العيل الصغير وبيخبط في الكراسي. قلت له مش عايز صداع. فتحت باب الاوضه وسبته مفتوح، وبعدين هو سكت. عشت معاه 4 سنين، مع انه معفن غير الجن اللي بنقرا عنه قصص، وبياخد من السجاير بتاعتي، والاكل بحطه في التلاجة بينقص، وكمان بيجيب زباله من زبالتي، وبلاقي اكياس فاضيه مرميه في المطبخ. لكن اتعودنا على بعض. لسه ما خلصتش. لو عجبتكم الحكايه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.